راك تشوف الخدمة هذي، تصفية الطرق، تعب، حرارة، ماكينات ثقيلة، ورجال يخدموا بصمت. الخدمة هذي كاينة في الجزائر وكاينة في كندا، لكن الفرق العامل في الجزائر يخدم شهر كامل ويخرج ب3 ملايين، حوالي 200 دولار. أما في كندا يخدم نفس الخدمة، نفس الزفت، نفس الشمس، ويخرج ب6000 دولار في الشهر، مع تغطية صحية، عطلة مدفوعة، وتقاعد مضمون. المشكل ماشي في الخدمة، المشكل في البلاد اللي ما تقدرش تعبر الرجال. كي تقول نحب نبدل حياتي، يجي واحد ويقول لك بقى في بلادك وين تقتل الطموح وتدفن العرق تحت الزفت. إذا حبيت نشوفوا الفرق كامل، ما تنساش الاشتراك وجام.